مركز أورام الفيوم الحقيقة في جنباته تقبع أفضل الأجهزة وأحسنها أداءً في التصوير والتشخيص المبكر والغير مبكر. هذه الأجهزة تحتاج إلى فريق يعمل عليه، فريق فني تقني يشتغل بحساسية مفرطة. الحمد لله قدرنا نوفر هذه الطواقم الطبية التي تقوم على العمل على هذه الأجهزة وتشخيصها. ما زلنا في احتياج إلى جهاز المسح الذري، محتاجين جهاز القسطرة العلاجية للعلاج التداخلي، محتاجين أجهزة العلاج الإشعاعي الجديد. منظومة علاج مريض الأورام ليست طب فقط، ولكنها إدارة وحوكمة لكل شيء يدور داخل مركز أورام الفيوم. محصلتها النهائية تصب في مصلحة مريض الأورام. واحنا بنراجع ميزانية 24-25 أنا استوقفني رقم على 19 مريض أنفقت 21 مليون جنيه، يعني بمعدل إن كل مريض خد أدوية بس في العلاج الكيماوي والعلاج الموجه والعلاج المناعي ب1,185,000 جنيه. كيف يستطيع مريض أن يوفر هذا المبلغ لولا دعم المجتمع؟ كل جهاز فضلا عن ثمنه المرتفع صيانته أيضا تحتاج إلى وقفة. جهاز العلاج الإشعاعي تكلفة صيانته سنويا $165,000، أي ما يعادل 9 مليون جنيه سنويا. وإحنا بنتكلم على اكتمال المنظومة، وإحنا بنفكر هنعمل إيه مستقبلا خلال 20 سنة اللي جاية. أنا في احتياج إلى إنشاء مستشفى لجراحة وطب الأورام يكون فيها كل التخصصات، أستطيع أن أنا أستقبل مريضي بإقامته بتجهيزات مستشفى تخضع للمعايير الدولية في الاعتماد والرقابة. نحن الآن بصدد إنشاء مستشفى لجراحة الأورام. تم اعتماد الرسوم الهندسية الخاصة بها لدى مكتب استشاري متخصص، ثم في انتظار انتهاء ترخيص المبنى، ثم نبدأ خلال شهر أو 2 نشرح في أعمال البناء للمستشفى. المستشفى تكلفتها عالية جدا. دعوني أقول لحضراتكم إن كل تبرع مهما كان حجمه مهما كانت قيمته ويساهم في تخفيف آلام مريض سرطان، وبإذن الله بعونكم ودعمكم سنقضي على السرطان ونعالج مرضانا، وربنا يشفيهم يا رب. كل سنة وانتم طيبين. بشكر حضراتكم جميعا لهذا العمل الرائع. كل عام وأنتم بخير.